السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض السمبوسة استعدادا لشهر رمضان الكريم. اللهم بلغنا رمضان وكل سنة وانتم طيبين. بصوا الطريقة بتاعتنا سهلة ازاي، وطريقتنا مفيش اسهل من كده، وطريقة حشوها كمان. يعني هوريكي من الالف للياء، يا دوب بس تحطيها في الزيت، حطيها جهزيها وحطيها في علبة وشيليها، او في كاس وشيليها وطلعيها في رمضان. كل سنة وانتم طيبين. هنجيب كوباية ونص من الدقيق، طبعا متعدد الاغراض ومنخول، وهنجيب معلقة زيت ورشة ملح، وما فيش معانا غير نص كوبايه ميه. كل كوبايه ونص من الدقيق عليهم نص كوبايه ميه بس كده، مفيش اكتر ولا اقل من كده، مفيش اسهل من كده. هنعجن مع بعض ومش هنخليها لا هي عجينه طريه ولا عجينه ناشفه، العجينه بتبقى حلوه كده زي ما هتشوفوها. فان شاء الله هنشوف مع بعض احنا ليه بندفع المبالغ دي كلها في حاجه ما كلفتناش غير تمن الدقيق فقط لا غير. هنشوف مع بعض الفيديو من اوله للاخر، هتنبهروا من الطريقه والسهوله. هنقطع بقى العجينه، طبعا سيبناها ارتاحت نص ساعه، ساعه الا ربع ساعه، مفيش مشكله، المهم ترتاح لان ما فيهاش خميره. ونحاول نقسمها اجزاء متساويه. انا ما عنديش ميزان علشان خاطر اوزنها، فقلت اطلع اي حاجه ايه، يعني احاول اقسمها على قد بعض، احاول اقسمها قد بعض على قد ما اقدر. فعملت الشكل ده كده. فانت لو عندك ميزان خير وبركه، عندك ايدك ميزان خيرين وبركه. هنجيب بقى كده الاربع قطع اللي احنا عملناهم دول، لان انا عامله كوبايه ونص مش كتير، عايزه تكتري بس ابداي بحاجه صغيره على قدك لغايه اما ايه ايدك تاخد عليها. انا عملتها كذا مره، ودي المره الاخيره اللي انا عملت فيها. فهنشوف بقى مع بعض نعملهم كده دواير متساويه. اهم حاجه انها تكون دواير متساويه. بصوا انا بحاول اقيس كده وانا بعمل الدايره على الدايره. بصوا لو النشابه هتطلع لك جنب رفيع وجنب عريض، اظبطي بايديك، المهم يبقوا قد بعض. هنخلص بقى الدوائر الاربعه اهو. هنجيب معانا زيت ودقيق بس، مفيش اكتر من كده. وهنشوف بقى مع بعض الزيت والدقيق بعد ما هنعملهم. هندهن وش الاربعه بالزيت اهو. اول حاجه هندهن وش الاربعه بالزيت. بصوا مفيش اسهل كده. وبعد كده نحط دقيق على الاربعه برضو. هنقلب الناحيه اللي عليها الزيت على الدقيق. بصوا نحاول نسوي الاطراف، وندهن زيت فوق تاني ودقيق فوق الزيت، قلبين اللي هي عليها من ناحيه الزيت برضو عليها، وندهن فوق منها زيت ونرش دقيق، والاخيره دي من ناحيه الزيت نقلبها وما ندهنش من فوق زيت خلاص. شايفين؟ بعد كده هحط شويه دقيق كده في الارض وافضل. بصوا احاول من النص واطلع على بره. بصوا ادوس من النص واطلع على بره، لانها طبعا هتفرق معايا في الايه. بصوا نمسح الزيت اللي في الارض، ما تخلوش فيه زيت، اهم حاجه، لان فيه زيت في النص فبيطلع ما تيجي تفردي. اهم حاجه الاطراف تبقى على بعض على قد ما تقدري. هتعملي الوش ده وتضطري تقلبيها الناحيه التانية، لانها لما بتيجي تعملي بالنشابه الاطراف بتفرق من بعضها. هتروحي قلبها الناحيه التانية ورشه دي وفردها تاني على قد ما تقدري. ما تخليش في الارض زيت، تمسحيها اللي بتفردي عليها، الارض بتفردي عليها يعني، وتفردي كده الاطراف تكون متساويه وما فيش طرف يفلت منك. حاولي تسوي الاطراف كده من وقت للتاني، وتقلبي على الوش ده مره وعلى الوش ده مره وانت بتفردي، علشان خاطر الاطراف كلها تبقى مع بعض. حتى لو فرد مثلا طرف يعني ايه فلت منك، هتلحقي مفيش مشكله. بصي معايا كده خطوه بخطوه، وبصي طريقه الفرد ان شاء الله تجربيها وهتعمليها بمنتهى السهولة. شوف دلوقتي لفة السمبوسك بقت بكام، يعني انا مش متذكرة من اخر مرة جبتها كانت بكام. يعني لفة الجلاش نفسها بقت بكام دلوقتي. كل حاجة بقى لها سعر، وزي ما انتوا شايفين مكلفناش غير الدقيق فقط لا غير ومعلقة زيت. هتعملي مثلا ضعف الكمية 3 كوبايات هيبقوا معلقتين زيت. فردناها بالطريقة دي، وكنا حاطين الصاج بتاع الفرن على البوتاجاز ومشغلين النار، بس كان سخن مني قوي، فخدوا بالكم برضو ما تخلوش يسخن قوي. وروح حاطين العجينه عليه بالطريقه دي، وتكونوا شايلينها بالنشابه عشان ما تبوظ منكم. تروح قلبينها على الناحيه التانية. بصوا اهم حاجه ما تخليهاش لا تاخد لون. انا خدت مني لون لانه كان سخن بقول لكم، فخدوا بالكم ما تخلوش سخن قوي وما تخليهاش تاخد لون. بصوا خدت لون، بس انا هتعامل معاها وانا بقطعها مفيش مشكله. فخلصنا خلاص كده اهو. بصوا قطعت بقى الحتت الناشفه دي لان دي ما كانش المفروض تاخد لون اهو. هنيجي بقى من الناحيه التانية بالسكينه برضو نظبط الاطراف، نخليها شكل مستطيل. الحتت اللي بتطلع دي ما تقلقوش، هوريكم دلوقتي هنعمل بيها ايه. هنا هنبص نقطع. بصوا بنساوي الاطراف ببعضها ونقطع. اهم حاجه يبقى كله ايه سوا بعض، مقاس واحد. وطبعا حجم السمبوسك احنا عارفينه، شايفين. وبعد كده هبدا بقى افصصها من بعض كده او افصلها عن بعض. بصوا بقى الجمال، مفيش واحده لازقه في التانية. انت بس افتحي من اول فوق كده وشدي، هتلاقيها طلعت معاكي بمنتهى السهوله. بصي الجمال، مفيش اجمل من كده. ما شاء الله عليها، طلعت قرفتها جميله وخلصت على طول. وكنت مجهزه لها العصاك بتاعها كمان. ابص الحته اللي بقول لكم فلتت من النص دي مفيش مشكله، شيلوها
اهي. بصوا مفيش اي حاجة هتبقى هتوقفنا اهي. اللي هي ما ظبطتش معاكي دي شيليها، وهوريك هنعمل بيها ايه دلوقتي. بصي هتفتحي كله كده اهو. انا بص كان ممكن المقطع ده اشيله على فكرة، بس انا وريتكم انها ممكن تحصل معاكم كده ومفيش اي مشكلة، والوصفة ناجحة معاكم ومفيش اي مشكلة. بصوا اهو. هنظبطهم بقى على بعض بقى ايه، ونبدأ نحشيهم ونشوف بقى طريقة الحشو كمان ازاي علشان خاطر تطلع منك. بصي بنظبط كل حاجة عشان تطلع معاكي سمبوسك ماسكة نفسها، وتشيليها وتطلعيها في رمضان تستعمليها على طول بقى، ولا تقعدي بقى في رمضان تحشي ولا تطبقي ولا تعملي. كل حاجة تبقى عندك جاهزة وسريعة وسليمة. بصي ما شاء الله عليها. وانتي فاضية دلوقتي ما وراكيش حاجة، جهزي حاجتك. ادي عصجنا اللحمة عادي مفيش اي حاجة، اللحمة تعصجها بصل وبهارات. بص هعمل بقى عجينة، شوية دقيق وشوية مية بس. دول بقى عجينة احتياطي لو فرض العجينة نشفت منك وانتي بتعملي او جت تلزق ما لزقتش، اعملي بيها. انا بصراحة العجينة عندي كانت بتلزق وكل حاجة، بس انا قلت ايه اوريها لكم برضو احتياطي، عشان لو فرض حد معاكم حصلت معاه ونشفت منه العجينة هي يلزق بيها عادي مفيش اي مشكلة، مش هتفتح منه. بصوا انا عملتها لزقت صراحة. فبصوا انا هطلعها لكم تاني برضو عشان اوريكم اهو. وشوفي اعملي بقى بالطريقة دي مهما حصل مش هتفك منك. بصي بقى بعمل لها جيب كده واروح حاطه فيها اللحمه. بص طريقه لف السمبوسك عامله ازاي اهي. وتروح عامله الطرف برضو بالعجينه دي تروح قافلاها. منتهى السهوله والجمال. بص تعملي زي قرطاس كده، زي جيب، زي ما شفتي كده، وتروحي مطبقاها اهو. انا لولا ان انا سرعت الفيديو ده كان عامل معايا اكتر من ساعه، بس عشان خاطر برضو وقتكم فحاولت برضو على قد ما اقدر اسرعه. بس يا رب تكون الوصفه واضحه، واللفه انا كررتها كذا مره عشان اللي ما خدش باله من اول مره ياخد باله تاني. بصوا بتني طرف العجينه واعملها زي قرطاس كده، واروح تانياها واروح هوب لازقها باللزق اللي انا عملته ده. بصوا الجمال. اكتر من مره وريتها لكم اهي. وانا كنت عامله سمبوسه قبل دي ومحشياها برضو، ودي مره تانية عملتها. كل ما ببقى نفسي فاضيه اروح مطلعه كيلو كوبايه ونص من دي عاملاهم وحشيهم وشايلاهم. وطبعا اللحمه المعصجه انا شايلها في الفريزر، لما بعمل السمبوسه بطلعها واحشي بيها واروح شايلاهم تاني. هنشوف بقى في اخر الفيديو دلوقتي انا عملت كميه قد ايه وشلتهم، وهتشوفوا شلتهم ازاي. بصوا الجمال. طلع شكلها تحفة وطريقتها سهلة وتحسسك ان انت كده وفرتي وقت ومجهود كبير في رمضان. كل سنة وانتم طيبين. وقت رمضان على قد ما هو وقت طويل بس بيبقى سبحان الله يعني بيخلص بسرعة. والمغرب هيجي على الساعة 6 وشوية كده، يا دوب الموظفة تيجي من برا عايزة تحط الأكل على النار ويستوي وترتاح لها حبة قبل الفطار. وبعد كده في ورانا قرآن، في ورانا صلاة، في ورانا كذا حاجة في رمضان نعملها غير الأكل. فياريت ما نضيعش وقت كتير في المطبخ في رمضان. لسه قدامنا وقت نعمل حاجتنا ونجهزها. وادينا عاملين سلسلة اهو الحاجات بتاعت رمضان، تجهيزات رمضان. شفت ان انا قطعتها الحاجة اللي اتقطعت دي، هشوف هعمل فيها ايه في الاخر. هبص طلعت بقى الكمية اللي انا كنت عاملاها من الاول والكمية اللي انا عملتها دلوقتي اهو. بص دول 3 كوبايات دقيق. شوف عمل معايا كمية قد ايه، كأنك اشتريتي نص كيلو سمبوسك وعملتيه. بصي مفيش اجمل ولا اسهل من كده اهو. طلعي بقى وحطي في الزيت على طول واقلي، ولا تعب ولا مجهود ولا تشيلي هم لسه هتعملي وتعصجي وتطبقي. كل حاجه هتبقى جاهزه معاك ان شاء الله. بصوا تحسي. بصي دلوقتي بقى هنجيب علبه ونعبيهم فيها ونشيلهم في الفريزر، وان شاء الله نطلعهم على الاستخدام على طول في رمضان. بصوا مفيش اسهل من كده ما شاء الله. بصوا شكلهم هيبقى جميل ازاي. هنا بقى دي الاجزاء اللي انا قطعتها حمصتها في الفرن، وهعملها برام معالي في الفرن، وهجيبها احط عليها لبن وجوز هند واحطها في الفرن وتطلع في منتهى الجمال. وكل سنه وانتم طيبين. مع السلامه.